ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن كلب الهافانيز او كلب اللولو زي ما بيسموه عندنا في مصر. اولا، تاريخ النوع. بنحدر صلته من كوبا، وبيرجع تاريخ السلالة سنة 1970. ثانيا، شكل النوع. شكله جميل جدا، بتكون شعرته طويلة وديله ملفوف، وبيتميز بضحكته. ألوانه بتكون متعددة، تتراوح بين الأبيض والأسود والرصاصي والبني. بيتراوح ارتفاع النوع من 20 ل 23 سنتي، ووزنه بيتراوح من 3 ل 6 كيلو جرام. ثالثا، استخدامات النوع. من الأنواع النادرة اللي اتهجنت خصوصا عشان تكون صحبة فقط للإنسان، لذلك هو كلب العيلة المثالي. وبسبب طبيعته الطيبة واللي بتحب الناس، فكمان له استخدامات تانية كتير، زي مساعدة العمي أو مساعدة الناس اللي عندها اكتئاب أو رهاب اجتماعي. رابعا، سلوك النوع. كلب ودود جدا جدا وذكي، سريع التعلم والتكيف، بيحب الأطفال جدا وبيتعب جدا نفسيا لو قعد ساعات طويلة لوحده، لأنه بيرتبط بالناس ارتباط قوي جدا. خامسا، رأيي الشخصي. الهافانيز الكلب المثالي لأي حد عايز يجيب كلب لأول مرة. طبعه جميل جدا وسهل التدريب وما عندوش شراسة. لو عندك أطفال طاقتهم عالية، فالنوع ده هيناسبهم جدا. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.